ده تلميذ جديد من تلاميذ محمد صبحي سيف حسن أبو طارق الزاني الحرامي ابن قرية سلمونكم حمادة بحيرة. الهاتك أعراض بنات ناس وقطع هدوم بنات ناس وبمنتهى الحقارة. يقول ايه المشكلة يعني؟ أنا بمجرد ما أقطع هدوم أي بنت واكشف جسمها أنا بكسر عينيها وبعمل اللي أنا عايزه معاها. أخس أخس. وده مدير مدرسة تحرش بطالبة في شبين الكوم. سيادته بيغري الطالبة بخاتم ذهب وهاتف محمول. طبعا اكيد بيقول لها ان انا هخليكي تطلعي الاولى على المدرسة. وبمناسبة مديرين المدارس، انا نشرت اكتر من مرة قبل كده في السنتين اللي فاتوا ان في مدير مدرسة في محافظة البحيرة كان عامل اعلان رد المطلقة وجلب الحبيب والعلاج بالقرآن الكريم. وانا احمد جلال اتصلت بيه على اساس ان انا واحدة ست مطلقة، وفعلا اتفق معايا ان هو يجيلي القاهرة، واتفق معايا ان هو ياخد $1000 مقابل علاجي، وقال لي ان انا هعالجك حاجة اسمها المهم يعني قال لي ان انا عندي الجن العاشق. اه والله قال لي كده، قال لي عندي الجن العاشق، وقال لي ان هو عنده كريم هيقرأ القرآن عليه بنفسه ويدهن لي جسمي بيه. وقال لي ان الامر قد يتطلب التدخل الجنسي. ومعايا مكالمات صوتية ليه لمدير المدرسة ده، مدير مدرسة اعدادية بنات في البحيرة، ومعايا مكالمات مسجلة ليه، وجالي القاهرة هنا